7 أسرار في صلاة الفجر. بعد أن تعرف هذه الأسرار لن تترك صلاة الفجر أبدا بإذن الله تعالى. أول هذه الأسرار أن الملائكة تشهد لك بالإيمان. نعم، الملائكة بنفسها تكون شاهدة لك عند الله. قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمقصود بقرآن الفجر هنا صلاة الفجر، وكونها مشهودا أي أن الملائكة تشهدها. السر الثاني في صلاة الفجر أنها تنفي عنك صفة النفاق، فأنت لست بمنافق ما دمت تحافظ على صلاة الفجر، فهنيئا لك. وليس هذا من قولي، بل هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. السر الثالث أن صلاة الفجر تجعل العبد في أمان الله ورعايته، فقد قال النبي: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وصلاة الفجر وقتها يبدأ من أول آذان الفجر إلى شروق الشمس، فمن صلاها بعد ذلك فقد أداها قضاء. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فهو في ذمة الله أي أن الغبد قد استجار بالله تعالى، والله تعالى قد أجاره. السر الرابع من أسرار صلاة الفجر أنها سبب في نشاطك وحيويتك طوال يومك، وفي سعادتك وانشراح صدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان إذا نام أحدنا عقد على رأسه 3 عقد، ويقول له: عليك ليل طويل فارقد، أي نام ولا تستيقظ للفجر. واسمعوا ما قاله صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقده كلها، فيصبح الإنسان نشيطا طيب النفس. أما إذا لم يستيقظ بقيت عقد الشيطان على رأسه، فأصبح خبيث النفس وكسلان. السر الخامس من أسرار صلاة الفجر أنها تعادل في أجرها أعظم الأعمال، وهي صلاة قيام الليل. فقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. قد يتعجب أحدنا ويقول: يعني إذا صليت الفجر فقط أكتب عند الله كأني قمت الليل؟ نعم، هذا من فضل الله وكرمه. ومع ذلك لا يغني ذلك عن قيام الليل، بل زيادته خير. فمن اجتمع له قيام الليل وصلاة الفجر فقد جمع بين الأجرين. السر السادس: ركعتا سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي أن هاتين الركعتين أعظم من كل متاع الدنيا الزائل، ومن تركهما فقد فاته خير عظيم. أما السر السابع وهو أعظم الأسرار كلها، فهو أن صلاة الفجر سبب لرؤية الله عز وجل يوم القيامة. وما من نعيم أعظم ولا أجمل من أن يمتعك الله بالنظر إلى وجهه الكريم، فاللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك في جنات النعيم. روى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما مع أصحابه فنظر إلى القمر ليلة البدر، ثم قال لهم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أي إنكم سترون الله بوضوح تام كما ترون القمر مكتملا في السماء. ثم أوصاهم فقال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والمقصود بالصلاة قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، وبالصلاة قبل غروبها هي صلاة العصر. فمن حافظ عليهما كان من أهل النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. فتأمل يا أخي، هل هناك نعيم أعظم من هذا؟ وهل هناك لذة تساوي أن تنظر إلى وجه الله جل جلاله؟ فكيف يضيع أحدهم هذا الأجر العظيم لأجل دنيا فانية أو كنوز زائلة؟